فهو أكبر، إيه الجمال ده؟ مش أي حلو يتقال له يا حلو، لكن الحلو بتاعنا النهاردة في وصفة النهاردة يتقال له يا حلو ويا حلو قوي كمان. ده مش كريم كراميل، كملوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الكيكة دي كيكة ايه. وزي ما كتبنا لكم في بره في العنوان، كيكة بدون بيض خالص وبدون فرن كمان. أيوة، كيكة البطاطا. جبت حبتين بطاطا وبالمقشرة وبدأت أقشر البطاطا كويس جدا علشان أنا عايزاها تبقى من غير القشر بتاعها. أنا عايزة القلب الجميل كده الأصفراني الحنين قوي ده. أنا على فكرة بستخدم المقشرة دي لأن عندي عقدة من السكاكين في التقشير والتقطيع. كنت مرة بقشر بطاطس بالسكينة عادي جدا، وبعدين بصيت لقيت ايديا كلها بتنزل دم. اتعورت تعويرة جامدة جدا جدا، واتخيطت ايدي من ناحية صباعي الكبير حوالي 5 أو 6 غرز. ومن ساعتها بقى ما بستخدمش غير المقشرة بالسكينة. وبدأت أقطع قطعتين البطاطا بتوعي شرايح كده مدورة، وكل ما السمك كان مش كبير كان أحسن علشان لسه هنسلقها ومش عايزينها تاخد وقت. خلصت الأولى وبدأت أعمل التانية برضو شرايح زي بطاطس الشيبسي كده. وكده كله بقى تمام التمام. نروح بقى جري فين؟ نروح جري على البوتاجاز. خدت البطاطا حطيتها في حلة ونزلت عليها بنص كوباية مية. المية تبقى دافية علشان عايزين الأمور تتم إنجازها بسرعة. غطيت وفتحت بعد شوية لقيت المية لسه ما اتبخرتش. أنا عايزاها أغلبها يتبخر علشان تستوي البطاطا كويس. جربتها لقيتها لسه مش مستوية. فتحت تاني بعد 5 دقايق وهبدأ أجرب تاني أشوف البطاطا بتاعتي استوت. بجرب كده بسم الله، استوت. نجرب في واحدة كمان وفي التالتة، لا استوت وبقت زي الفل. والمية طالما نقصت قوي كده يبقى هو ده المطلوب بالظبط بالظبط. طيب أنا كده اطمنت إن كل البطاطا بتاعتي استوت. هروح نازلة بإيه؟ نازلة بكوبايتين حليب، كوبايتين لبن، يا ريت يكون كامل الدسم علشان نقدر نستمتع بالطعم بتاعنا كويس. نزلت كمان بعد كده بكيس كريم كراميل من اللي هو البودرة اللي موجود في الأسواق ده. أنا بحب ماركة دريم. وقلبت كل ده كويس قوي 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 مع بعضيه. أهم حاجة التقليب عشان امتزاج المكونات هو اللي هيديني كيكة البطاطا بطعم حلو. غطيت عليهم واستنيت لحد ما اللبن يغلي. اول ما غلي هطفي بقى عليه وادخله على الكيتشن ماشين واخلطه لحد ما يبقى سائل كده ولذيذ. القالب بتاع الكيك بتاعتي ونزلت بيه الكريم كراميل اللي اوريدي موجود في كيس الكريم كراميل البودر. وانا عشان بعشق الكراميل فعملت كراميل في البيت ونزلته تاني كطبقة تانية فوق الكراميل بتاع الكيس. لو عايزين تعرفوا طريقتي في تحضير الكراميل في البيت اكتبولي في التعليقات وانزل لكم بالفيديو. نزلت بخليط البطاطا والكراميل والحليب لحد ما يملأ القالب بتاعي. والقالب ده هيكفي من 4 ل5 أفراد حسب انتم مفتريين قد ايه في الحلويات. هدخلها التلاجة لمدة من 2 ل3 ساعات. الجو أصلا ساقع. بعد ما هتخرج من التلاجة هحضرها عشان أقدمها في طبق التقديم بتاعي. جبت طبق التقديم والقالب وبعدين حطيت الطبق فوق القالب. أيوة، وهنقلبه عادي كالمعتاد اللي احنا كلنا كستات عارفينه. بس انا لاحظت ان الكيكة ما فكتش من القالب، فجبت التورش بتاع النار بتاعي وبدأت ألف بيه بره القالب من بره وعلى الفجوة اللي في القالب من جوه علشان اعمل عملية تسييح شوية للسقوعية اللي ملزقة الكيكة في القالب علشان تبدأ تفك واقدر بسهولة استخرج القالب من الكيكة. بسم الله. ايوه، واحدة واحدة. قلبي يا ناس، هو في حلاوة كده؟ في حلاوة البطاطا بالكراميل من جوه الحلة. نقرب بقى بالكاميرا ونعمل زوم ونقرب اكتر ونشوف كده الكراميل لما ساح وعامل كده من جوه دوبان ومن بره سايح ونايح. والحالة بقى والريحة بقى وهم الوهم وتحفة التحفة. ولو ما عملتيش الوصفة دي النهاردة مش بس انا اللي هزعل منك وكل اهل بيتك وحبايبك. طبعا يا ريت لما الوصفة تعجبك تشجعينا بلايك وكمان شير، وهتلاقي التفاصيل كلها بتاعت المكونات في الديسكريبشن.
قطعنا بقى حتة كده ونبدأ نطلعها ونشوف كده الكراميل وهو عمال يسيح اكتر. قلبي يا ناس، لا لا لا، انا قلبي الصغير لا يحتمل كل الجمال ده. الطعم بصراحة حكاية. انا عايزاكم تجربوا الوصفة بالمقادير زي ما كاتباها لكم في الديسكريبشن، وتدعولي وتدعوا لإسراء اختي اللي بتصور بكل الحلاوة والجمال ده كله. دي كانت وصفتنا النهاردة، ويلا ناكل من جوه الحلة.